السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة هعرفكم اللي ممكن تعمل المعجون السفيتو بنفسك، يعني من غير ما تحتاج لحد لو أنت عايز تعمله. طبعا شكارة السفيتو هي معروفة، بتبقى حوالي 25 كيلو. لو أنت عايز تمعجن حتة مثلا بإيدك مش لازم تحتاج لحد اللي هو يعملها لك. أول حاجة هتحط المية في الجردل، بس طبعا ما تعملش كتير لأنه عشان ما يزيدش منك. طبعا احنا حطينا شوية اهو، بنيجي نطلع بأي حاجة كده ونحط حبة ونستنى شوية ونقلب مسطرين كده عشان المعجون ما يكلكعش معانا. تمام، نحط حبة كمان ونقلب برضو عشان لما تيجي تمعجن ما تلاقيش في كلاكيع. وتقعد تحط حبة في حبة. هو المعجون ده طبعا يا جماعة ما بتحطلوش أي إضافات، يجي جاهز اسمه سفيتو. نقعد حبة كمان، حط حبة في حبة وتقلب عشان ما يكلكعش. تمام، طبعا في ناس بقى بتقعد تقول لك هات شنيور وركب في المضرب واقعد بقى اقلب بيه. طبعا مش كل البيوت فيها كده، مش احنا طبعا بعمل شويه معجون لنفسي مثلا، فمش معقوله بقى هروح اجيب شنيور ومضرب وكلام من ده عشان شويه معجون. فبعملهم بايدي، بس المعامل الصح اللي انت تحط حبه في حبه عشان ما يكلكعش منك بس. طبعا تاخد الطروف اللي على الجردل كده عشان ما يبقاش ما ينشفش في الجردل، في الطروف اللي هي في الجانب دي كده. طبعا المعجون ده ما بينشفش بسرعة، ممكن يقعد معاك بتاع مثلا 5 6 ساعات كده ما ينشفش. تشتغل براحتك، بس بتعمل حبة حبة، ما بتعملش كتير عشان ما ينشفش منك، عشان ده لو سبته لتاني يوم خلاص كده بيبوظ. حطه كمان ونقلب. نقلب كويس. كده بقى تمام مع المعجون، وتسيبه بقى شوية، تسيبه ربع ساعة كده ولا حاجة لغاية اما المية بتاعته تتشرب كله تمام، هو يبقى زي الفل وتبتدي تشتغل بيه. بتاخد طبعا على سكينة المعجون، على سكينة المعجون حتة، وبتبتدي تفرد بيها على الحيطة زي كده اهو. كده اهو واخدة معجون اهي. واخد معجون اهو. واخد معجون اهو.